السلام عليكم خاوتي، نحييكم أينما كنتم. في هذا الفيديو كما وعدتكم راح نتكلموا مرة أخرى على الشحتاويين. آم، لأن هذه المصيبة المصيبة للمغرب، مش من الجزائر ما بالناش بهم. خلاص، خلي يزعبطوا ويشطحوا، ويروحوا يشوفوا الرقصات ويروحوا ياكلوا الطاجين. بالنسبة لي الناس هذوما سي ديكراتور. سي ديكراتور كيما أسعد الشعري. كيما هدية ميسون هدية السورية اللي تتهجم على الجزائر، وقاعدة تقول باللي باللي دوك نتكلم لكم على ثقافة المغرب. أنا دوك نتكلم لك على ثقافة المغرب. في هذا الفيديو مش راح نتكلم على المغربيين. أحيي المغربيين. أنا بالنسبة لي كاين فرق بين المغربيين والمغربيين. المغربيين هم اللي قاعدين يخربوا بلادهم، اللي قاعدين يتبعوا في السلطان السلطان ميميسيس، وقاعدين وعندنا تانا المغربيين الأحرار. ولا نحيي المغربيين الأحرار. وراح نتكلم على الشحتاويين هذه في الفيديو الثانية، وما نسيبهمش أنا الشحتاويين. لماذا ما نسيبهمش؟ ما لكم أيها الخونة، ما لكم ضد الجزائر؟ ما لكم ضد الجزائر؟ روحوا اذهبوا إلى المغرب وأكلوا الطاجين. كلوا الطاجين مليح، الطاجين كلوا الطاجين، وشوفوا الرقصات كما اسعد الشعري هذايا اللي قاعد يتفرج على الرقصات. دوك نعت لك الفيديو اللي تعجبك باه تتكلم شويه. هادما اللي فوق راسهم طاجين يروحوا يقراطيو. تعرفوا وش يا خاوتي؟ يقراطيو يروحوا للمنفعه تاعهم باه يديروا السياحه، ونساو العرض تاعهم. كيما هديه ميسون نسات العرض نتاعها ومتهجمه على الجزائر. عندي سؤال إليكما أيها الشحتاويين الخونة البسطاء ريان دي تو، قاعدين كيما لي كفار. عندي سؤال الأول أطرحه لأسعد لا شعري. أطرحه لك هذا السؤال الأول: هل الجزائر قصفت اليمن كما فعل المغرب؟ المغرب قصف اليمن. اليمن بلاد. لماذا تتهجم على الجزائر؟ هل الجزائر قصفت اليمن؟ السؤال الثاني ومتوجه إلى السيدة ميسون الخضراوي ولا الزبعطاوي ولا ما نعرف عليها وش اسمها، عندها اسم ما نعرف كردية ولا ما نعرف عليها. أحيي الكرديين. عندي سؤال، هذه ميسون، هل الجزائر شاركت هل الجزائر شاركت في الحرب الأهلية؟ وعبالي بلي كاينة حرب أهلية في سوريا. هل شاركت الجزائر؟ انت يا ميسون عندك مشكل كبير. قلت لك أفراد من عائلاتك، قتل أفراد من عائلتك. سؤال ثاني: هل الجزائر التي قتلت أفراد من عائلتك؟ علامة استفهام. راح تقولي لي لا، ما عندها حتى دخل الجزائر في سوريا. راح تقولي لي أي متفاهمة مع النظام. وانا نظام الجزائر متفاهمة مع البلدان الكل. وباه يكون في علمك في الدستور الجزائري من قبل عامين أو 3 سنة، لا يمكن للمنظومة العسكرية تذهب إلى بلد آخر. وفي سوريا
هناك بلدان خارجين من سوريا، وما ما 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 نقول لك، ما نقولكش شكون البلدان هذوما، ما نقولكش، اللي دخلوا في الحرب الأهلية، اللي دخلوا رواحهم في الحرب الأهلية تاع سوريا. في دستور الجزائر لا يمكننا أن نفعل ذلك. والسؤال الأخير: ما لك مع الجزائر؟ ما لك مع الجزائر؟ ما نسبكش، ما نشتمكش، ما نقسلكش عرضك، بما أن ليس لك عرض، ما tu n'as pas de considération de respect. رايحة للمروك، روحي للمروك، اقعدي اشطحي في المروك برجلك مكسرة، اشطحي في المروك وروحي ياكلي الطاجين اللي فوق راسك. هذا مكان ولا. وأتمنى لك أن يعجبك المروك وقعدي فيه المروك، موتي فيه، وش دخلني فيك، بصح ما تهضريش على الجزائر. يا ميسون يا البقرة يا البقرة، لماذا تتهجمين على الجزائر؟ أنا فهمت لماذا، ودوك نفسرها لماذا تتهجمين على الجزائر. والجزائر حرة مستقلة، والجزائر شعب واحد لا يتجزأ، والجزائر طورية، وأنت تتهجمين على الجزائر. لماذا؟ لأنك بقرة، وأنا على بالي لماذا تتهجمين على الجزائر وعلى النظام الجزائري. تقول النظام، هذا الكلام تاع الشحتاويين كل هذوما الأجنبيين، نسميهم الأجنبيين الشحتاويين. هذا كلام أسعد لا شعري، هذا الكلام جبتيه من أسعد. ولكم نقط، vous avez des points communs، نقط كيف المشكل تاعكم يا واحد الخونة مع الشيعة، المشكل تاعكم ديني، والمشكل نتاعكم صهيوني، ديني صهيوني. في سوريا كان هناك الانفصاليين الإسلاميين الذين كانوا يقاتلوا في جبهتين. الجبهة الأولى أنتم الجبهة الأولى، والجبهة الثانية جبهة بشر الأسد. بما أن ما عندكمش، لا يوجد لكم، vous n'avez pas de représentativité، انتم les opposants de merde هذوما، ما عندكمش حاجة ممثلين. انتم تخدمون على الإسلاميين، وما نسميش البلدان اللي تخدموا عليهم. عندكم مشكل مع الشيعة وحابين نزعزعوا الجزائر. الجزائر عقبت 10 سنوات وفهمت كلش. ما لا، اقعدوا ترونكيل. انت يا ميسون، انت روحي للمروك، ديري وش تحبي في المروك، روحي اشطحي برجلك مكسرة، روحي ياكلي طاجين، انساي عرضك، ومن بعد ارجعي الى برلين. وبعد ذلك حطي في راسك باللي الجزائر واحد ما يقدم لها، واحد ما ينجم يقدم لها. وانا اتحداك بالكلام اللي تدخلي فيه انت واسعد الله شعري، وكان واحد اخرين دوك نتكلم عليهم، العطايين البواسين نسميهم انايا، العطايين البواسين اللي يحبوا الطاجين، لي جراتور.
ما نتكلمش على المغربيين هما لي ضد الجزائر، يعطيو له ترميهم، ويعطيو له طاجين، ويعطيو له رقصات. اه هما دوك نكمل الفيديو باه تفهمي حوايج اللي ما فهمتيهمش، وتقعدي وكون دابة كون بقرة ما تفهميهمش طول حياتك. ولا ننتقل من البقرة إلى أشياء مفيدة أكثر من البقرة. ولا خاوتي نكمل لكم هذا الفيديو باه نفسر شوية الحوايج. هذوما شحتاويين، هذوما سيديغراتور، هذاك ما كان ما عندهم حتى aucun امباكت، تدير ما عندهمش مدفعة هيا يزعبطوا في الفيسبوك في تويتر في اليوتيوب، بصح ما كان حتى شيء سي دي بروفيتور. عايشين المنفعة تاعهم باه يضربوا فيها دي فاكونس، باه يخلصهم المخزن الكافي هدايا كيما نقولوا أسعد الشعري. قاعد يسب فيهم كيف ما انتايا يسب في الملك، يسب في الشعب، يسب في النساء او زين كاتاستروف، ويعرضوه. هذوما رخاص، هذوما اللي يعرضوه هذوما رخاص. وكي قالوا له اعتذر يا اسعد الشعري، قالوا له اعتذر، واحد قال لهم لا اعتذار يقول لي هذوما عباد هذوما ودو توت فاسون بأتم معنى الكلمة هذا يا اسعد الشعري كل مرة يتهاجم على بلاد، هاي مرة السعودية، هاي مرة الإمارات، ومن بعد يدخل مع القطر لو كان يفينونسي فيهم كان يعطيهم في الدراهم، ما بقاتش دراهم، ترونجا القطر مع السعودية. وانا راح الجزائر والكوافا تاع المغاربة قاعدين يعرضوا فيه ويمولوا فيه. الكوافا انا بالنسبة لي كوافا سافودير بغولة ضبوعة ما فهموا فيها والو، قاعدين يمولوا فيه وغدوة يدور عليهم انايا متأكد باللي أنا يدور عليهم. ومن بعد وش راح يصير؟ كي تترنجة ما بين المغرب، ما نقولش المغرب ما نترنجاوش معاه على على طول الحياة. كي المغرب يترنجى مع الجزائر وتكون علاقات طيبة إن شاء الله. أنا نتمناها، أني جزائري وما نسحقوش المغرب. وما كي يترنجاو وش راح يديروا دوك؟ يروحوا من بعد البلاد أخرى، يروحوا لتونس، يروحوا لليبيا، وهذه هي الخدمة تاعهم. وهذه ميسون، هذه ما فهمت فيها حتى بنت. ولا هادم شحتاويين عندهم عقدة ضد الشيعة. المشكل تاعهم هو الشيعة. يقول لك كيف ما الجزائر هي مي العقدة دي، هذا تخمام صهيوني. كن لاحظتم يا خاوتي البلدان الغربية بما فيها الصهيونية، الأمريكية، الفرنسية، هذوما كل مودة بهم الفتنة، سي نورمال مودة بهم الفتنة، لأنهم هذوما البلدان هم الدواب، هذوما دواب ما نعرف شكون اللي يمول فيهم، هذوما دواب قاعدين يتبعوا برك، يتبعوا هلا حابين الصهيونية تدخل في ال في ال في بلد جنوب إفريقيا، جنوب إفريقيا الشمالية. بصح لي قدم في الجزائر والله نزعزعوها، أقسم بالله أني نقول لك هاي ميسونة، اسمعي مليح وش راح نقول لك، والله نطرطقوها في البلدان الكل. يا سيدي أنا أعطيك معلومة، نطرطقوها وانتو هم الأولين اللي راح تخلصوها، انتو هم الاولين اللي راح او ما شو نقول لك، ما نقولكش مهبول الشعب الجزائري، او ما نقولكش مهبول، ما نقولكش مهبول، بصح تقيسيه والله اقسم بالله. ونتكلم انا مع اسعد لا شعري شوف
كون يحكموك غير خبي روحك، طاكسي ولا مش طاكسي، ليفربول ولا مانشستر ولا لندن، غير خبي روحك، راني نوصيك والله يحكموك. ما نقولكش انت القانون وانا قانون كي تطفر فيك، كي يبعجك واحد وش راح تدير راك متي. يعني مشني قاعد نقول لك حافظ على روحك يا اخي، حافظ على روحك، اقفل ترمتك لانك كما يقولوا في الوحده في لاسيبل توي دون لاسيبل والله. فوالا ونحلف لكم والله ما تروح لكم انتم ناس يعرفوكم، انا نعرفكم. والله ما تروح لكم، ما نسيبكمش، والله ما نسيبكم. ديجا في اليوتيوب ما نسيبكمش، انايا ما نسيبكمش. يصحب العار، يصحب الشوهه، يا روحوا تهلاو في بلادكم يا واحد. طحاحنا ديك البقره هذيك والاخر الداب هذاك اسعد البروفيتار البارازيت هذاك. دخلوا دخله لكم يا المخاربه، دخله لكم شاخ بيان وزيدوا خلصوه بما ان ما بقاش عندكم دراهم، زيدوا خلصوه. بس حنايا ما نسيبوهش، والله ما تسيبوه. ولا نعديو لحاجه اخرى دوك، نعتلهم لافات نتاعهم هذوما ما عندهمش عرض وحابين الطاجين. دوك نعتلكم الطاجين، ودوك نعتلكم الرقصات اللي حابين تشوفهم. اسعد الشعر يحب يشوف الرقصات. هو في فيديو، في احد من الفيديوهات تاعو، وما عنديش نجم نعته، ما عنديش وقت، كان يقول باللي ما تعرفش بمراه 20 سنه ما قاسش مراه، يروح بنياطو. مزوز بمدام لا 5. اسعد الله شعري متزوجا بالأستاذة الخامسية زعما يده مزوز بيده. مزوز بيده، هو اللي قالها، أنا مشني أنا، هو اللي قالها، وعندي الفيديو نجبدها لكم في كل وقت. باللي ما عرفش مرأة 20 سنة زكي كيف ما هدير. عاديك طاح لك الشعر. ودر شعره كل ما عرفش مرأة 20 سنة. هذا راجل هذا. وش تسناو منه هذايا؟ هذا مش راجل هذايا. بالنسبة لي اللي ما يقيسش مرأة 20 سنة ما هوش راجل. فوالا دو توت فاسون عبلنا به هو سلحفات. سلحفات. وج سلحفات. فوالا دوك نكمل لكم الفيديو ونعطي لكم الرقصات اللي يحبهم مسعد الشعري، واللي تحبهم ميسون، اللي حابه تروح لهم تشوفهم الثقافه وحابه تنعت الثقافه تاع المغرب. روحي دوك نعت لك الثقافه تاع المغرب. اي نرجع لكم خوتي في اخر الفيديو. ولا خاوتي نقدم لكم شحتاوي اخر، هذا يعيطوا له ابو لبيس ولا ابو ابليس، ولا هدايا عنده 4 سنين وهو يسطي في كي يهدر يسطي. ما نعرف كون شفتوها خاوتي، اسمه ابو ابليس ولا ابو لبيس، ولا يسطي ويتبع في الجزائر بالمليمتر وباللالوب. هدايا وسوري، هدايا سوري، كما فسرنا عندهم نقط كيف نقط يتشابهون، النقط تاعهم. بما ان يتبعوا وش صاير في الجزائر. كون يصير اكسيدون في بار اكزومبل بعيد الشر في تيسمسيل تاع بالهم، يتبعوا باللالوب وش صاير في الجزائر، ويعرفوا يعرفوا اسماء الوزراء خير من الجزائري العادي. هكا تقول له وش هي وش اسمه وزير الثقافه تاعك على المثل، دوك يقول لك ما نعرفوش انايا. يبقى هدايا ابو لبيس الملبس بالافكار العنصريه، بالافكار
لا شعرية لا شرعية وعنده شعر، عنده لحية، عنده 4 سنين وهو يزعبط. هذا كيف الموقف تاعو موقف ضد الشيعة. دونك عندهم ان بوان كومان، عندهم نقط متساوية، كيف كيما ميسون هذيك. هم ضد الشيعة في أول مجال، باسكو يعتبروا بأن الشيعة هي العدو الأول نتاعهم، ويعتبروا أيضا باللي الجزائر تتضامن مع الشيعة ولا متحالفة مع الشيعة، ولا كما يقولوا هم متطبعة مع الشيعة. وهذه غلطة فادحة وفادحة وفادحة. في الجزائر ما كان شيعيين، في المغرب كاين أكثر شيعيين، كاين أظن 600 ألف شيعي ولا حاجة كما هكا. وفي الجزائر كانت نجم تقول واحد 6000 ولا 7000 ولا هيا نكتروا 10000 شيعي. أبو لبيس، يا أبو لبيس انتيا كي تكون ضد خموا شويه ريفليشيسي ان بو. والله انا فهمت باللي تبعوا المنهج الصهيوني اللي ضد ايران، هو ضد ايران 100% ضد ايران. دونك انتم واش تقولوا؟ دونك تبعوا الصهيونيه، فقنا بكم. هم قاعدين يقودوكم من خشمكم ولا من ترميكم بوراتر بولي، قاعدين يقودوكم كي لي بوت، كيما الشرموطات نقولها بالكلمه تاعك. انتم شرموط يقود فيك الصهيوني، يقول لك بصفه مباشره او غير مباشره، وانت يطيح في الفخه، تروح تهاجم الجزائر لان في بالك اي مع الشيعه. الشيعه بعيده عن الجزائر. الشيعه وش بيك؟ فيق مع روحك. ومن بعدك تقول انت تخممها في راسك الصغير، في راسك الفارغ هذاك، في غير الكوكاو راسك. او 4 سنين وانت تسطي ما كان والو، ما شفنا والو، ما كان حتى نتيجه. تحبوا الادسانس وقاعدين يمولوا فيكم جهات عنصريه، جهات اللي حابه تدي البلدان العرب كل حابه تستعمرها دو نيو كولونياليزم يعيطوا له، دو نيو كولونياليزم، وانتم معاهم تبعوا فيهم. والحاجه الثانيه اللي ما تقبلوهاش باللي ان الجزائر عندها منهج سوسياليست، مش شيوعيه، اشتراكيه نطبقوا الاشتراكيه، وهذه تنا ما تعجبكمش. دونك كي والو ما يعجبكم في الجزائر، وعلاه تتهجموا علينا سيدي؟ وعلاه في اللجنه اليمن حنايا، هاو المغرب اللي راح طيش البومبات على اليمن. رحنا لسوريا وقسمناهم، ما القانون ما يسمح لناش، الدستور لا يسمح للنظام العسكري، المنظومه العسكريه ان تذهب في بلد كان ولا تخرج من بلادها كما داروا البلدان الاخرين. ما نسميهمش، راكم تعرفوهم خير مني. دونك انتم حابين تديو تحبوا تاكلوا الغله وتسبوا في المله. ما دارت لكم حتى شيء الجزائر، بصح راكم تخلصوها غاليه. يعني نعاودها، انا قلتها الميسون هذيك قاعده تسمع فيها، وقلتها تانا لا شعري هذاك، لا شعري دوك يضربوا له الترمه في لندن. دوك تسمعوا به ولا. دونك نعديو لواحد اخرين. ما نودرش وقتي معاكم. انتم ضد الشيعة وما بالكمش باللي الشيعة ما كان في الجزائر، راكم غلطين 100%. وانتم ضد الاشتراكية، والاشتراكية يعني شبه اشتراكية في الجزائر، مش اشتراكية ومش شيوعية، يعني مش كيما شمال كوريا. راكم غلطين 100%. وهنا يتبرهنوا باللي ما تعرفوا حد شيء من الجزائر. وانا نروح لكم بعيد. انتم ما عندكم مشكل مع الشيعة، وروحوا فريوها مع ايران، ولا ما نجمتوش ترميكم، ما نجمتوش تفريوها مع ايران. فلقوكم الايرانيين. أنا ما عندي حتى واحد، أنا ماذا بيا البلدان العرب كلها مستقلة، أنا البلدان العربية كلها ملاحة، كلها عايشة في عندهم الإمكانيات به يعيشوا أحسن من أوروبا، وهم قاعدين يزعبطوا من الشيعة، من السنة، من ديكا.
يا اخي حالة يا اخي. وانتم منهم، انتم قاعدين تديروا الفتنة لانكم عندكم افكار للصهيونية دفعتكم الافكار هذه مباشرة او غير مباشرة. ولا دونك نعديو لحاجة اخرى. وانت ابو لبيس زيد كمل 5 سنين 10 سنين 100 سنة وانت تزعبط النظام الجزائري ومش راح يتبدل. ويروح تبون يجي تبون 2، يروح شنقريحة يجي شنقريحة 2. أني نقولها لك بالك يجي شنقريحة 2 أصعب و أصعب من شنقريحة 1. شنقريحة 1 وحكم روحه ونصارف به. عمي سعيد انا يعني عيط له، الجزائريين عيط له عمي سعيد. ما تلعبش مع عمي سعيد سينو هو يفلككم على بالك، كون يحب والله يفلككم في نهار. هاي نعديو لحاجه اخرى. فوالا خاوتي نكملوا الفيديو. باه نقدم لكم هدايا عماد فواز هدايا، وبكل احتراماتي للشعب المصري. الشعب المصري نحبه، انايا نحبه باسكو مثقف من بكري، عنده ثقافة، عنده ثوابت، عنده وضعيات، وضعيات تاع رجال. فوالا دونك هذا تسمحوا لي إخواني أخواتي المصريين، هدايا مشوا منكم هدايا. أتمنى أن تقولون بأنه لا ينضم لكم لأنه مهبول. هذا يدير 4 فيديوهات في النهار على يشتم فيهم الجزائر والنظام الجزائري. ألا دوك نفهمكم هدايا. حكايته بسيطة. كان صحافي، مش صحافي خلاص، كان عطاولو به يكتب كي كان وقت قبل ما يجي السيسي، قبل ما يجي الماريشال السيسي، كان يكتب صحيفة. وكي جاء الربيع العربي باه يولي سيسي، بدل روحه زهر. إذن خلاوه هدايا الشحتاوي يا عماد فواز. ومن بعد واش صرا، دخل روحه بزاف في المنظومة العسكرية المصرية، لأن في الوقت هذاك كانت 2 منظومات، المنظومة اللي حاكمة لا سيكوريتي انتريور تاع المغرب، وكاينه المنظومة العسكرية اللي حاكمة لا سيكوريتي ناسيونال، وفا عندهم كيما هكا. فوالا ومن بعد كي هرب واحد المرة واش قال، واحد المرة حب يتكلم على تورتير هنا المحبوسين اللي يديروا لهم. جاه الخبر هدايا. اذن هذا شماتة الشحتاوي اللي يتهجم على الجزائر كان يخدم بصفة غير مباشرة مع المخابرات. فوالا انا شفتها كيما هكا، وهرب باسكو كي خرج هذيك المعلومة قالوا له كن نحكموك نحيو لك السروال. هرب للمغرب، زوز مغربية وهرب من المغرب. ومن بعد هذيك المغربية سحراته، ولا مهبول ما لقاش بها وين باه يربح صوارت في الادسانس، باسكو تصرف عليه هي. راح يولي شيكور بلوندا، راح يولي شيكور. تعرفوا وش شيكور تدير واحد ما عنده حتى خدمة، ما عنده حتى معنى، ما عنده بسيط، وما عنده مش راجل. انا بالنسبة لي المرأة اللي تخدم على الراجل هذاك مش راجل. فوالا وسحراته نعاودها، قالوا لي المغاربه وعلاه تقول كيما هكا. بعثوا لي ميساج، بعثوا لي في التعليقات، قالوا لي وعلاه تقول باللي المراه المغربيه سحاره.
ما قلتش باللي سحاره، بصح كي تشوفوا كيف ما يمشي هدايا الشحتاوي، باين مسحور، باين مسحور. داتو هذيك المغربيه تخدم عليه وقاعد في الدار نهار كامل، ولا يدير طاكسي ولا في الطوموبيل يدير لي فيديو هكا في الباركينغ تاع قدام دارو، في المحمديه انا اظن ولا عبلنا به وينه. قاعد يدير في لي فيديو ضد الجزائر 3 مرات 4 مرات في النهار. مهبول هدايا، مهبول مهبول. اذا نتوجه للمغربيات الاحرار، راني مش قاصدكم انتم، ولكن المراه اللي زوز بها يعني 90% باللي سحراته، 90% باللي سحراته. المراه هذه تخدم عليه وحطته كي شيفون. اه فوالا. دونك هذا نكملوا على الحكايه تاعو. قعد في المروك مبلوكي، ما ينجمش يروح لمصر، ما ينجمش يروح لاوروبا، ما عندوش فيزا، ما عنده حتى شيء. قاعد في الباركينغ مقابل دارو في المحمديه، ونهار كامل الجزائر 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 وشنقريحه وداك وداك. امشي نعم بالراحه تاع ولديك الكلاب. ما تنجملهاش الجزائر، عبالك جزائري وحده كنت تحط روحك معاه. تتكلم عن جزائري، والله يعطيك بالدماغ دوك تقول له انت يرحمك بالدماغ، يرحمك بالدماغ، تقول له الرحمه كذا والمصيبه زي ايه. هيا نعديو لواحد اخر، يا واحد البصاص الفول. لك ما تنجمش الجزائر والجزائريين. اقعد ترونكيل برك، اقعد في الباركينغ وكمل حياتك تما. فوالا نكملوا الفيديو مع الشمات هدايا عطاي بواس هدايا، والمغرب الشريف ولا الجزائر ولا القرقوب تاع ترمتك، القرقوب كبسولة، نقدم لكم كبسولة. هذا اسمحوا لي خوتي، هدايا حط روحه مستشار دبلوماسي، وحنايا رفعنا دعوة عليه، بعثنا للمخابرات المصرية الحصول السلطات المعنية، لأنه يقول بلي أنه مستشار دبلوماسي، معناتها دبلوماسي. كي يتكلم عن الجزائر 4 مرات في النهار، وغير الجزائر ما عندوش موضوع آخر. يا أخي ترمى، يا أخي روح تكلم على النظام تاعك، روح تكلم على الأهرام، روح تكلم على النيل، روح تكلم على تكلم على مواضيع أخرى. وش بيك 4 فيديوهات النهار، الفيديوهات تاعك كل غير على الجزائر. شوف نقول لك حاجة، ولا نعطيكم يقال أنا جاني أخبار عليه، جاوني أخبار عليه ولازم نثبتها، باللي أنه بيدوفيل. تعرفوا شيء بيدوفيل خاوتي؟ بيدوفيل إنسان يتبع دراري، يحب دراري صغار. هذا اسمه عبد العال عابد، ومزور باللي انا ما نظنش باللي مستشار دبلوماسي، لا، المستشار دبلوماسي يتعامل مع كل البلدان بمحبة، يتعامل مع الناس كل. هذا المستشار دبلوماسية وشيء، تتعامل مع البلدان الكل. هذا ما يتعامل مع حتى واحد، وقاعد يكريتيكي في الجزائر، وقاعد نهار كامل والجزائر ويسب في الشهداء ويسب. هذا ما تروحلوش كيف غير ما يجيش لأوروبا. هذايا كون يجي لأوروبا نوقفوه على راسه، نحيو له السروال ونوقفوه على راسه. تعرفوا كيف ما يولي يمشي على راسه. فوالا. راح نكمل الفيديو شوية طويل هدية، بصح الشحتاويين الأجانب والله أقسم بالله عقد ما تهدروا على الجزائر والله ما سيبتكم، والله ما نسيبكم. جايين داروا الفتنة، روحوا ديروا حاجة أخرى، روحوا واخدموا، روحوا واخدموا الضبوع هذوما. أكم ما تربحوش، والله ما ربحتوا. وان بلوس وزيادة عن ذلك حاطين رواحكم في مأزقة. عبالكم قداه كان الجزائري في أوروبا ونقول لكم ولا ما كانش، ولا ما نقول لكمش. فوالا. كي تجيكم ضربة ما تقولوش وعلاه جاتني ضربة، فهموها منين جات. وانا نقول لكم خبيوا رواحكم، وقفوا ترميكم من بون فوا بورتوت.
هذاك عبد العال عابد كنا نحكيو عليه، غير ما يتحركش من مصر، يقعد في مصر وما يتحركش من بيرو. وهو كيف كيف عنده مشكل مع الشيعة، عنده المشكل مع الشيوعية الجزائر مش شيوعية يا أخي، الجزائر اشتراكية تحب المساواة ما بين الناس. ورحت وانت تقول انت تحاسب في روحك ديني، روح اقرا شويه القران، وش يقول لك على المساواة والتضامن. الجزائر بلد تضامني، سوليداريتي. ما نخليوش الناس تموت بالشر، وما نخليوش الناس ما تعالش، وما نخليوش الناس تقعد في فقر كبير، ما نخليوهمش. فوالا. بون نعديو نعبس انايا قييني هدايا بيدوفيل، هدايا يتبع الدراري، يتبع الدراري. بالنسبه لي هدايا لازم يشرعوا له باش ما نحكموا له فوتو نهار ونعقبوها في التواصل الاجتماعي. هذا جاني خبر باللي يحب الدراهي، بس لازم نبرهنوا، نجبدوا البرهان باللي يتبع الأطفال الصغار، يتبع في الأطفال الصغار. والله كن نلقى البرهان عليه نحكموا. هاني قلتها لكم ديجا. نقعدوا على قرعة، مش قرعة تاع المغرب، قرعة مكسرة ونمشيها على راسه. هاي اخوتي نعديو الميسون باه تشوفوها كيف ما ولات. ميسون بالاخضر ولا بالاقدر ميسون. هاي بالاقدر ولا بالقدر ما ميسون. اسمعي يا مدام تشري العظام، قادري روحك اسمك بالقدار عندنا في الجزائر اللي يقدروه، اللي قادر واحد يقدروه. لو ريسبي عيطوله. وش دخلنا فيك تروحي المغرب ولو تزعبطي ليل ونهار على الجزائر؟ وش لانك لانك رحتي مع تحدثتي مع محلل رياضي تاعنا. هذه هي الحكايه تاعك. هذه هي الحكايه تاعك وما عجبكش الحال. وش بيكي عندك بريميديتاسيون، ستادير من الاول حبيت تطيحيه في الفخه. داكور بصح هاو وش اسمه سعيد بن زديرة طيحك في الفخه. جبد النيميرو تليفون تاعك نعرف به سعيد. سعيد يعطيك الصحه سعيد، جبد لك الهاتف تاعك وخيط لك حاجه ملاحه نعرف به. يعطيك الصحه سعيد. سي تري بيان سكو تو افي، سي ريسبكتابل. باسكو هديه لي با ريسبكتابل، هديه مش حابه نقدروها. دركا ما نقدروهاش، هي اللي مش حابه بالجزائريين يقدروها. شوف يا ميسون، وش دخلنا فيك الثقافه دوك نعت لك الثقافه اللي رايحه لها. وش دخلنا فيك؟ روحي موتي لتما، روحي برجلك المكسره زيدي اقعدي لتما وضربي طاجين. الشرف نتاعك طيشتيه في برمه تاع طاجين ولا وش؟ فهمينا المشكل نتاعك الجزائر مع بشار الاسد. في سوريا يا اخيك، عندما تريد الجزائر تتكلم مع سوريا، مع من تتكلم؟ مع بشار الاسد. هذا ما كان، هذا ما ما يخفالكش. ونشوفوا باللي انك مع النظام الملكي. ما يقعدش النظام الملكي، تبدلت الدنيا، ولات روسيا، ولات الصين، ولات كوريا الشماليه، ولات الهند، ولات وش بيكي؟ خمي مع روحك افهمي باللي الجزائر غير منحازة، ستي ان بيي نون اليني مع حتى واحد. الجزائر ومع الناس كل ما فهمتيش هدية روحي تلعبي على روحك، روحي يقعدي في المغرب كش ما تفكري فيها واحد. ما نعرف كان عندك راجل ولا ما ظنيتش عندك راجل. انتم الشحتاويين عندكم كل مشاكل جنسية ومشاكل تجوز، كما ذاك سعد الشرعي ما قاسش امرأة 20 سنة، وانتي ما قاسكش راجل منذ قداه 10 15 3. البلدان اللي قاعدين يزعزعوا في بلادكم هم باينين.
باينين راكم تعرفوهم. البلدان اللي قاعدين يزعزعوا في بلادكم هم بلدان مطبعين مع الكيان، هاك عبالك بها. ولا نخليكم خاوتي وشوفوا وش راح تشوف هذه ميسون بالقدر ولا بالخضر ولا بالخرد ولا فوالا. دوك اي حابه تروح المروك دوك نعتلها وش يستنى فيها. ولا خاوتي نختموا هذا الفيديو شويه طويله، تسمحوا لي بصح مفيده انا نظن. مع شفنا مع الشحتاويين، دركا راح نسميوهم الشحتاويين الطاجينيين. الطاجينيين يروحوا المغرب باه يضربوا الطاجين وحاجه اخرى، حاجه اخرى اللي ما نسميهاش. فوالا يروحوا لتما وكي يستقبلوهم المخاربه هم يستقبلوهم مليح، هم يديوهم، هم يوكلوهم، يشربوهم، في بعض الأحيان يسحروهم. تسمحوا لي المغربيات الأحرار، تسمحوا لي ما نتكلمش عليكم. في بعض الأحيان يسحروهم وعلاه يستقبلوهم ويوكلوهم وينعتوا لهم الرقصات وكما سعد لا شعري ولا لا شرعي كما تحبوا. لماذا؟ لأنهم تهجموا على الجزائر. دونك لقاوها العفسة في القريب. دوك تشوفوا مئات الالوف تاع الشحتاويين الطاجينيين اللي يشتم الجزائر. عرفوه عرفوه اللي يحب يضرب شويه طاجين وحب يشيخ وحب يشوف حب يشوف الرقصات ما عندوش حاجه بالله. عبالو في الذاكره نتاعو في التاريخ، عبالو باللي المغربيين اللي يسب لهم الجزائر غير بصح ما تسبوش ما تشتموش الجزائر لان راح يجي يعيطوا لكم تضربوا الطاجين هذوما ما عندهمش شرف، ما عندهمش عرض كيما ميسون ما عندها حتى عرض، حابه تضرب الطاجين بما ان رجلها مكسره. ولا خاوتي حاجه اخرى حبيت نقولها لكم اخيره ومهمه. شوفوا كي واحد يسب يشتم الجزائر، هذوما شحتاويين طاجينيين كي يشتموا الجزائر هم يروحوا لهم بالالوف المخاربه، يروحوا لهم بالالوف هذيك الذباب ويشكروهم ويقولوا لهم انتم شرفاء انتم هكا، يقنفلوهم ويروحوا لهم يدعموهم في القنوات الاجتماعيه يدعموهم. بصح هنايا ما فهمتش انا وعلاه انا نتكلم مع الجزائريين الاحرار اولاد بلادي، انتم الاخرين روحوا تلعبوا على رواحكم. ما فهمتش وعلاه ما ديروا لناش دي لايك دي بارطاج ومش باه نربحوا صوار. مشنا محتاجين، حنا عندنا خدمات اخرى. مشنا كيما شحتاويين طاجينيين، هما طاجين تعطيه طاجين يسب لك وش تحب.
دونك دعمونا شويه، دعمونا، عطيو لنا شويه لايك، شويه بارطاج. فوالا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونعطيكم موعد اخر مع لا ضد الشحتاويين الطاجينيين. ابو طاجين راح نسميوهم ابو طاجين. السلام عليكم، استحفظوا برواحكم، والحصه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى.